تخيل طفل بسيط ممكن يحول حلزون مسالم لزومبي ماشي في عز النهار، عيونه بتنور وبتتحرك كأنها إعلان لأي حد، كأنه بيقوله تعالى كلني بسرعة. ده مش فيلم رعب ولا خيال علمي، ده حقيقي 100%، وبيحصل كل يوم في الطبيعة، واسمها الدودة الطفيلية الخضراء المضلعة. استعدوا معايا علشان تشوفوا واحدة من أعقد وأغرب خطط الحياة اللي هتشوفها في حياتك عموما. بس في الأول ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. الحياة الجميلة اللي احنا عايشينها ممكن تبقى كابوس لما يدخل فيها الطفيل. القصة كلها بتبتدي وتنتهي من طفيلات الطيور، اللي هي الطيور الجاسمة، واللي بالنسبة لنا بتضم العصافير أو الكناري أو الغربان، أنواع كتير جدا من الطيور، واللي تقريبا بتكون 60% من الطيور اللي موجودة في العالم كله. يعني فرص انتشار مهولة في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان، وحتى في كمان تقارير بتأكد إن هي موجودة في أمريكا الجنوبية. تقريبا الطفيل ده عارف فعلا هو بيختار إيه، ويبتدي الكابوس فعليا مع القواقع الكهرمانية، وهي اتسمت بالاسم ده لأن أصدافها بتكون شفافة ورفيعة بلون الكهرمان. المهم إن القوقع ده بيجي ياكل من فضلات الطيور. بالنسبة له دي بتكون وجبة غذائية مليانة عناصر زي النيتروجين والفوسفور وحاجات كتير بتكون مهمة ليه. بس المرة دي الوجبة فيها مفاجأة سامة، وهو بيض الطفيل نفسه. البيض بيفقس جوه القوقع، وتبدأ اليرقات الغريبة دي تتحرك في جسمه. القوقع لسه مش عارف إن جسمه اتحول رسميا لملعب رعب مجاني للجيل الجديد من الطفيليات دي. اليرقات تتحول لحاجة اسمها بردسكاس، أكياس مليانة نسخ كتير جدا من الدودة دي. الأكياس دي بتتحرك ناحية عيون القوقع، وبالتحديد العمود اللي بيكون ماسك العين، وبتسحب جواهم، وهنا يبدأ العرض البصري. الأكياس دي بتلمع بألوان أخضر وأحمر وسودة وبيضة، وتبدأ تعمل نبضات مستمرة وتتهز وتتحرك كده علشان تلفت أنظار الطيور. الهدف إن الطيور تفتكرها يرقة، فراشة، أو دودة طعمها حلو وتيجي علشان تاكلها. والطفيل ده بيستخدم نوعين مختلفين من الكائنات علشان يقدر يعيش: القواقع، ودي بالنسبة له بتكون كأنها العائل المؤقت، بيكون فيه الطفيل يكبر ويتجهز للمرحلة التانية، وهنا بيروح للعائل النهائي وهو الطائر نفسه، اللي فيه الطفيل يوصل لمرحلة النضج والتكاثر بتاعته. لما الطير يجي وياكل العين اللي بتلمع دي، الطفيل هنا بيوصل لمعدة الطائر ويتثبت في جدار المعدة عنده، وهناك بيلاقي طفيليات تانية ويبدأوا عملية التزاوج. الدودة دي خنثى عندها أعضاء تناسلية ذكرية وأنثوية، فبتخلي العملية أسرع وأسهل بكتير. بعد حوالي أسبوعين البيض بيتكون وبينتقل من الفضلات الطائر، وهوب الدايرة الغريبة دي تعيد نفسها من أول وجديد. المصيبة مش في الشكل بس، الطفيل ده بيغير سلوك القوقع نفسه. القواقع بطبيعتها بتتحرك بالليل علشان تبعد عن حرارة الشمس. الطفيل ده بقى يجبر القواقع إن هي تسيب الظل وتمشي في عز الشمس وفوق الفروع قدام الطيور اللي بتاكل الديدان. ببساطة بيحول القوقع من كائن بيتجنب الخطر لكائن بيقدم نفسه للأعداء على طبق من ذهب، من غير ما القوقع يفهم إيه اللي بيحصل حتى. والطبيعة مليانة خطط خبيثة كتير جدا زي دي. في طفيليات تانية بتعمل حركات أغرب من كده. في واحد بيسيب السمك الصغير ويخلي السمك يتحرك بشكل ملفت كأنه بيقول للطيور تعالوا كلوني، فبيتخطف بسرعة. وفي واحد تاني بيهجم على الضفادع، يخلي رجليهم تطلع مشوهة ومش عارفين يهربوا، فالحيوانات المفترسة تمسكهم بكل سهولة. ده حتى كمان في طيور زي الوقواق ما بتتعبش علشان تربي عيالها، هي تروح وتحط البيض في عيش الطيور التانية، والطيور التانية دي تربي فراخ الوقواق بدل ما تربي أولادها من غير ما تحس. كل الحركات دي تعتبر غريبة على الكائنات. يعني الطفيل ده بيقدر يغير سلوك الكائن نفسه علشان يخدع الدنيا كلها ويعيش على حساب غيره. وفي الآخر الطفيل ده بيورينا قد إيه الطبيعة ممكن تبقى عبقرية ومرعبة في نفس الوقت. طفيل صغير من غير مخ بيخطط خطة معقدة جدا تغير شكل وحركة الكائن التاني بالكامل، وكل ده بس علشان يوصل للطيور اللي هتجدد حياته من أول وجديد. والأغرب إن بعد الطائر ما ياكل الجزء اللي فيه الطفيل ويمشي ويسيب القوقع، القوقع غالبا بيفضل عايش ويقدر يطلع عيون جديدة من أول وجديد ويرجع يعيش حياته عادي لحد ما ياكل حاجة فيها الطفيل من تاني، وتبدأ دورة الرعب كلها من أول وجديد. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة.
فما تنسوش تسيبوا لينا في التعليقات ايه رأيكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.